السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. مكاننا النهاردة في شارع عبد الحميد العمدة. شارع عبد الحميد العمدة متفرع من شارع التلفزيون، الشارع اللي قبل شارع الطيب بالظبط. تمام، يا هو ما بينه وما بين شارع عبد الحميد العمدة يا جماعة، عشان أنا برضو يعني كنت بتلخبط فيه في الأول. هو ما بين الشارع بتاع المدينة، وما بين الشارع اللي بيودينا لنادي المدينة يعني، وما بين شارع الطيب. تمام. محل ريشة يا جماعة، محل ريشة ده محل اكتشاف بمعنى الكلمة. المحل مش جديد، المحل مفتوح من زمان قوي. ولكن يمكن مش كتير يعرفوا. ويمكن انا واحده من الناس اللي كنت بقول اني لا، الاقصر فقيره ما فيهاش خامات ولا ادوات للناس اللي بتحب الاشغال اليدويه وكده. ولكن يا جماعه المكان حرفيا هتلاقوا فيه كل ما يخطر على بالكم واللي ما يخطرش. لدرجة ان انا يعني بغض النظر بقى عن الخيوط والابر والخامات اللي ممكن تعملي بيها اي ديكورات ممكن تخطر على بالك او بتلاقيها صورها على النت. بلس برضو الصواني بتاعة الخطوبة والشبكة والحاجات دي يا جماعة، لو انت عايزة تعمليها او عايزة حد يعملها لك، المحل متوفر فيه كل الحاجات دي وكل الامكانيات دي. اي حاجة ليها علاقة بالخياطة، ليها علاقة بالكروشيه، ليها علاقة بالتطريز، هتلاقوها موجودة يا جماعة بوفرة وبأشكال وبأنواع وبألوان كتير. طيب، ايه بقى الحاجة اللي انا استغربتها جدا وعجبتني قوي الفكرة؟ هتشوفوا معايا دلوقتي عندهم زي باترون او مش باترون، هو عندهم قطع بنجمعها مع بعض كده بطريقة معينة وبنصمم شنطة لنفسنا. فلا، الفكرة عجبتني قوي وجديدة وبجد ممتعة. عندهم اهي يا جماعة، دي اللي انا كنت بكلمكم عنها. بصوا بقى باشكال والوان كتير. عندهم برضو الحزامات اللي هي بتاعة الشنط، عندهم الإطارات، عندهم أقول إيه ولا إيه. بجد المكان يا جماعة تحفة لأي حد بيعشق الأشغال اليدوية. ده هيبقى مكان أحلامه. لأي حد بيحب المجات والديكورات والحاجات الحلوة والحلويات اللي انتوا شايفينها دي، ده هيبقى مكان أحلامه. المهم ما تنسوش طبعا، لو وصلت لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. باي باي.